بص ثانية، هو أنا بشتغل ليه؟ صحيت من النوم متأخر، جري، لبس، زعيق في الشارع، ميكروباص مولع، ومهرجانات تحت والقرآن فوق، وأنا واقف في الزحمة. فجأة السؤال ضرب في دماغي، هو أنا بشتغل ليه؟ يعني أنا بقضي 8 ساعات يوميا علشان أخد فلوس أصرفها على أكل ولبس وبنزين، عشان أروح الشغل، عشان أشتغل، عشان أخد فلوس أصرف على لا استنى كده. هو أنا فرف عجلة ولا بني آدم ليه عقل وروح؟ هو الشغل عبادة بس العبادة مش معناها انسى نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحنا لا عندنا صحة ولا فراغ، بس مكملين نضحك عادي. اشتغل، بس خليك فاكر اللي عندك أغلى من اللي وراك، واللي جاي محتاجك واعي مش مفروض. فكر فيها قبل ما حياتك تخلص وانت لسه بتستنى الراتب الجاي. فكر شوية.